السلام عليكم متابعينا الكرام في قناة ليلة لا تنسى. مرحبا بكم في حلقة اليوم. كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير وبصحة جيدة إن شاء الله. ما نطولش عليكم كيف العادة وندخل مباشرة في سرد وقائع وأحداث جريمة اليوم. في سنة 2013 بمدينة حد السوالم في الخرجه ديالو باتجاه برشيد كتفوت الدخله ديال لوطوروت على الرومبوا. كانت واحد المزبله، هاد المزبله هادي كانوا كيجيو هذوك الكاميوات ديال البلديه كيجمعوا الازبال والنفايات حاشاكم كيجيبوها كيرميوها تما. هذاك هو المكان اللي تترمى فيه النفايات ديال مدينه حد السوالم. كيحرقوه فواحد الوقيته بداو كيجيو شي ناس، دوك الناس ديال البعاره اللي كيجي كيبحث على الخبز كارم كله والاختصاص ديالو. كاين اللي كيقلب على الحديد، كاين اللي كيقلب على النحاس، كاين اللي كيقلب على البلاستيك، كاين اللي كيقلب على الالومنيوم. كله علاش كيجي كيبحث تما. كاين اللي كيلقى شي بياسه باقا جديده كيعاود يبيعها، كيغسلها ويمسحها ويعاود يبيعها. فتلقى بزاف ديال الناس تما. على اي واحد الصباح تقريبا 11 ديال النهار واحد السيد جا. هما جوج صحاب عندهم واحد حمار وكروسه كيجيو حتى هما بحالهم بحال جميع الناس كيجيو تما كيقلبوا هنا كيخويو هاد البلاستيك يقلبوا هنا كياخذوا داكشي اللي بغاو. في واحد اللحظه لقاو واحد كيس بلاستيكي او خنشه بلاستيكيه. هاد الخنشه هادي ديالاش؟ هاد الخنشه هي داك البلاستيكي اللي كيديروا فيها التيد ديال العبار، داك ديال 10 كيلو. لقاوها تما، فتحوها وما يلقاو فيها جثه ديال راضيه، بنت رضيعه في العمر تقريبا ديال ديك 3 شهور شهرين ونص. في هاد السن هذا ملبسينها الملابس ديالها، مديرين لها واحد باقي على راسها والدريه ملقينها في حالتها، ولكن البنت مقتوله. وانا غادي نقول لكم علاش استعملت مصطلح مقتوله. لان من العاده ديال الانسان لما تتوفى ليه شي رضيعه غالبا وطبيعي انه تخبر الناس، تخبر الجيران، تخبر العائله ديالو بانها راه ماتت ليه الرضيعه، او تيدفنوها، تيديروا مراسم الدفن وكدفنوا الجثمان ديال هذيك البنت بشكل طبيعي. ولكن هاد البنت هادي ميته وديرينها في هاد الكيس هذا واللي حين في المزبله، اذا كاين القتل. البنت مقتوله. هاد الناس هادو خواو هذيك البلاستيكه لقاو فيها هاد الشيء هذا، هما يخبروا دوك الناس اللي كاينين تما تجمعوا شنو هادشي نخبروا الجدرميه جا عندهم لابريغاد، جا عندهم واحد السيد قال لهم ديروا واحد الرضيعه راه لقاوها مقتوله في المزبله الفلانيه. خرجوا الجدرميه على وجه السرعه، انتقلوا لعين المكان. قالوا شنو كاين؟ قال لك ودي راه كنا كنبحثوا شكون اللي لقاها بالضبط. قال لك سيدي انا وهذا السيد هذا حنا الشركه عندنا الكروسه حمار حاشاكم كنا كنبحثوا هنايا حتى لقينا هاد البلاستيكه. لما خويناها كنلقاو فيها هاد البنيه صغيره، بنيه ملبسين واحد الكسوه حمراء، دايرين لها واحد الطاقيه ونقيه في حالتها. وتبين بان هاد الكيس هذا ما قديمش بزاف. علاش؟ لان البنت باقا ما فيها لا تحلل لا والو. احتمال كبير انها تكون ترمات هاد الصباح هذا. كيف قلنا حنا مع 11 ديال النهار تم اكتشاف الامر، واحتمال كبير انه في ديك الفتره الصباحيه ديال 7 8 ديال الصباح 6 الصباح جابوا البنت رموها تما. قلنا سيدي حنا كنا كنبحثوا هنايا حتى خوينا هاد البلاستيك هادي لقينا فيها هاد البنت هادي. بداو كيبحثوا الجدرميه تمايا، لقاو شي وثائق، لقاو شي كارت فيزيت ديال واحد الطبيبه ديال الاسنان. لقاو حاشاكم داك ديال الشعر. يعني هاد البنت هادي، شوف هاد الناس، علاش انا قلت في البدايه ديال الحلقه قمه الانانيه. الانسان كيتجرد في اي لحظه، كيتجرد من الانسان، كتبقى فيه لا رحمه ولا عطف. رماو حاشاكم مع الازبال. ديك المشاقه ديال المراه ملي تشط شعرها كتبقى ديك المشاقه في المشطه، حيدوها ورماوها معاها. وديك التشطيبه جابوها رماوها تما. ما يدل على شكون اللي رمى هذا الشيء ما كاينش. لقاو كيف قلنا شي وثائق، شي كواغط خاويين وشي ازبال. راين تخبرات النيابه العامه بالامر، خداو الناس الاقوال ديال دوك الناس اللي تما، قال لك حنا كنجيو هنا كذا كذا. هادشي اللي ذكرنا خداوهم كاقوال كمحضر ديالهم واستناو عليه. البنت تم نقلها لمستودع الاموات. النيابه العامه قالت لهم ودي بحثوا في هذه القضيه هذه وشوفوا شكون هي بنت من هذه البنت، شكون اللي جابها حطها تما. الجدرميه منين غادي يبداو البحث ديالهم وفين غيمشيو وشكون غيسولوا وشكون غيبحثوا،
الله اعلم لحدود الساعه مازال ما بان حتى شي بيست، ولكن اقترحوا الجدرميه انهم يديروا واحد البرقيه استعجاليه لجميع محافل الامن والدرك الملكي على مستوى الاقليم، يشوفوا واش تم شي اختطاف شي رضيعه، واش شي حد كيبحث على شي بنيه في هذا السن او المواصفات ديالها، بعثوا الصوره. ولكن الناس ديال باشيد، الناس ديال السطات، الناس ديال سيدي الرحال تيقول لك اودي لا ما عندنا حتى شي حد كيبحث على هاد البنت هادي، ما عندنا حتى شي حد كيقلب كيقول لك اودي راه ضاعت مني شي رضيعه. غريب. اذا هاد البنت هادي حدود الساعه كتبين بانها ما تسرقاتش من والديها، ما تسرقاتش من والديها، بل ربما هذا شي حد قصد هذه شو هذا قتلات بنتها حدود الساعه. هادشي اللي بان وهادشي اللي رجحوه الجدرميه، لان حتى شي حد ما حطش بحث فائده العائله، حتى شي حد ما جا كيقولوا دير راه تسرقت لنا البنيه الرضيعه ديالنا. واخا على اي. ولكن هنا غادي تبان واحد النقطه. بمدينه الدار البيضاء، بمدينه الدار البيضاء كاين واحد البحث لفائده العائله عفوا على رضيعه. شي ناس قال لك ودي راه تساقط لنا الرضيعه ديالنا، وراه جاري البحث على من طرف العائله ديالها، من طرف البوليس، عطاو المواصفات ديالها، قال لك ودي راه بنيه باقا صغيره، يلا هذا شي 3 شهور. اش لابسه؟ قال لك وراه اش لابسه، اش لابسه مزيان، صيفطوا لهم التصويره، قالوا ودي راه لابسه واحد الكسيوه حمراء ديروا حطانيه، رسلوا لهم واحد الصوره، قال لك ودي هذه هي البنت. من الدار البيضاء لما شافوها والديها في الصوره قال لك ودي هذه بنتنا. خبرهم الجدرميه بان راه لقاوها مقتوله في واحد الزباله مدينينها في واحد البلاستيكه. قول لوالديها عافاك يجوا عندنا بسرعه. بالفعل جاو والديها من مدينه الدار البيضاء، جاو لحد السؤال، شافوا البنت، رافقوا من المدينه باشيد عفوا المستودع الاموات، شافوا البنت عرفوا على، قال لك ودي هذه هي البنت ديالنا. انتم فين كتسكنوا؟ قال لك ودي حنا في الدار البيضاء وراه حنا كنا كنبحثوا تما وما خلينا، راه العائله كلها كتبحث، شكون سرق منكم هذه البنت؟ قال لك اسيدي ما عرفناش شكون سرق هذه البنت. الجدرميه رجعوا معاهم للمركز ودي بحثوا معاهم نقطه بنقطه، لان باش تقول لي انا ما عرفتش هذه البنيه هذه كيفاش تسرقات مني، هذا لا يجوز. تقدر تقول لي مثلا وليد في عمره 5 سنين او 6 سنين تسرق واخا، اما بنيه في هذا السن هذا حتى شي حد ما كيخلي بنته في هذا السن رضيعه غادي يبعد عليها. عمرنيش الشأن هذه القضيه هذه، غتقول لي لا خليتها في الدار ومشيت انا تسخرت ورجعت لقيتها سرقوها، لا ما هضر ما حتى شي حاجه. الام ديال هذه البنت هذه اش غتقول، شنو التصريحات ديالها في المحضر؟ قالت لي مودي انا هذاك النهار مشيت للحمام، مشات معايا عدوستي ام الزوج ديالي، ومشات معايا طفلتي اللي هي خت الزوج ديالي، مشينا للحمام، ولما خرجنا انا جيت للدار ديالي وعدوستي وطفلتي مشاو للدار ديالهم. قلت لهم انا لما جيت من الحمام طلعت حاشاكم هذاك الشيء اللي جبت من الحمام، طلعت هذا نشر الفوق في السطح وخليت الباب ديال السفلي مفتوح، حنا عندنا سيدي السفلي والسطح، شي حد سيدي دخل لي الدار هز لي البنت، انا لما هبطت ما لقيتش البنت، هز سيدي بالكونه ديالها، سرقات بالكونه ديالها، قالت لي سيدي بالكونه ديالها، ولكن الجدرميه ما لقاوش الكونه تما في المزبله، لقاو غير البنت مرميه في ديك البلاستيكه ومرميه تما. اذا هنا كيخاص شنو؟ كيخاص البحث فين؟ كيخاص البحث في المنزل بالجوار ديال هذوك الناس اللي سرق البنت، دخل الدار لقى الباب مفتوح سرقوا، احتمال كبير يكون واحد من الجيران تما، او هذا شي حد عنده هاد لانطونسيون، عنده هاد النيه، كان تيتربص انه يسرق البنت ولقاها فرصه انه السيده طلعت تنشر، ولكن هو باش عرف طلعت تنشر، باش عرف السيده الام ديال الرضيعه كتقول بدي انا خليت الباب مفتوح فعلا وطلعت نشر، هبطت ما لقيتش البنت. اذا الرضيعه حدود الساعه تبين بانها تسرقت من الدار ديالهم. واخا تخبرات النيابه العامه بالامر عطاتهم امر بالانتقال لمدينه الدار البيضاء. بطبيعه الحال خداو عناصر بعد السيدانه ديال الناس ديال الامن الوطني لانهم دخلوا النفوذ الترابي ديالهم، بحثوا في هذه القضيه هذه. هاد الناس هادو فين ساكنين؟ ساكنين في واحد الجزيئه اللي في طور تجهيز، هاد الجزيئه هادي فيها شي سكان قليل، يلا بداو كيتبنوا فيها السفلي ومازال ما كتملاتش الدار في البني. الزوج قال لك ودي انا راه عاد سكننا هنايا بنينا دابا تقريبا واحد 4 شهور، راه قال لك ودي حنا راه كنا غير كارين، وشريت هاد البقيعه هادي وكنبني بشويه بشويه، دابا عندي غير هاد السفليه هادي وعندي السطح.
شي جيران تما ما كاين حتى شي جيران، كاين شي جيران ولكن بعاد شويه، كيف قلنا السكان يلاه بداو كيتبناو تما. شكون كيجي عندكم؟ قال لك ودي كتجي عندنا غير الام ديالي وخواتاتي. ولكن هاد الزوجه قالت لك ودي انا لما خرج من الحمام الزوج ام الزوج ديالي واخت الزوج ديالي خداو طاكسي ومشاو، انا خديت طاكسي جاوني سير هنا. الطاكسي رجع مشى في حالاته، انا سديت الباب وواحد اللحظه طيبت شي حاجه اللي خصها طيب العشاء تقريبا معاش، قلت لهم سيدي مع شي 6 بحال هكاك. لكن في واحد اللحظه جففت الدار، سيقت عند الباب، خليت الباب مفتوح وطلعت نشرت هذاك الشيء. قلت لك هبطت ما بقيتش البنت. غريب هاد القضيه هادي. وانا غنمشي لواحد النقطه، هاد الناس هادو اللي تسرقت منهم البنت كيسكنوا في مدينه الدار البيضاء، الرادعه تم العثور عليه بمدينه تحت السوانم في المزباله. كيف يوقع هاد القضيه هادي؟ كيفاش تمات هاد القضيه؟ السيده طلعت نشا غادي يدخلوا، هذا شي حد كان كيتربص، ولكن هو باش عرف بان السيده غادا طلعت من الشر، باش عرف بان الباب غيبقى مفتوح. هادشي كان كيطرح اكثر من علامه استفهام، كان الغموض في هاد القضيه وكان اللغز محير. وهنا غادي نسير واحد النقطه اللي كانت مهمه، هي انه شي عناصر تابعين لهاد لابريغاد هادي هما كيبحثوا في جهه اخرى. فين غادي يبحثوا؟ مشاو لهادوك الكاميوات ديال البلديه، تابعين البلديه اللي تينقلوا كيجمعوا دوك الازبال النفايات وكيديوها يرميوها تما. جمعوهم كاملين، شكون اللي كيدي شكون اللي مكلف كذا كذا، قال لك ودي حنا جمعوا بزاف ديال الناس اللي كيخدموا في هاد الشاحنات، صوروهم. قلت لهم ودي رحنا لقينا واحد الكيس بلاستيكي مرمي في ديك المزبله. هاد الكيس هذا لقينا فيه رضيعه بنت مقتوله تقريبا في عمر ديك الشهرين. هاد الناس هادو باش غادي يصرحوا كيقولوا ودي حنا راه لما داك الحاويه ديال الازبال لما كتحط من الفوق في لبان كنرميوها كنخويوها، واي خنشه كنخويوها، خصنا نعرفوا شنو فيها. هذه تعليمات كتجينا من البلديه، كيقول لك ودي عرفوا شنو كاين تما. السلطات المحليه عطيهم تعليمات، اي خنشه اي كيس يتفرغ تعرف شنو فيه، ما عرفتيش كاين. قال لك ودي حنا كنقلبوا كل شيء، وحتى شي كيس بحال هذا وراهم الكيس، هذا الكيس ديال التيد ديال 10 كيلو، كيس بلاستيكي. قال لك ودي لا ما هزيناش شي حاجه بحال هذه، وما عمرك تعرف الانتباه ديالنا هذه القضيه. مشى كترميو نتوما الزبل. قال لك ودي حنا الازبال كنرميوهم تقريبا حتى لديك الجوج ديال العشيه. قال لك حنا كنبقاو نخدموا من 12 عفوا من 8 حتى لديك 12 او الوحده او الجوج. ولكن حنا كيف قلنا البنت عثروا عليها مع 11 ديال النهار. اذا كان الشاحنه ديال الزبل حاشاكم مازال ما جات رمات الزبل تما. هذوك الناس قال لك ودي حنا لقيناه هنا فوق الازبال، اذا هذا شي حد اللي جا تعمد انه يرميها هنايا. وهذا البحث هذا اللي مشى في هذا المسار ما عطى حتى شي نتيجه، ما عطى حتى شي نتيجه. واخا هذه كانت نقطه. الجدرميه سولوا هاد العائله هادو، قالوا لهم واش عندكم شي حد من العائله ديالكم كيسكن في حد السوالم؟ وهنا كانت واحد النقطه مهمه وشي حاجه جديده في هذا البحث. قالت لهم الزوجه سيدي انا راه من حد السوالم، انا راه عندي العائله ديالي تما، الام ديالي وكذا وكذا، وانا كيفاش تتزوج بهذا السيد راه حتى هو كان خدام تما في حد السوالم وتعرفت عليه تما. اذا العائله ديال الزوجه كيسكنوا في حد السوالم. رجعوا الجدرميه تمايا لحد السوالم، سولوا العائله انت مشيتوا عند هاد البنت؟ قال لك ودي راه مده دابا تقريبا اكثر من شهر باش مشينا تما. الوالدين ديال الزوجه ساكنين هما، وعندها واحد خوها هو مزوج ساكن مع الزوجه ديالو في الدار، وعندهم واحد الابنه صغيره باقا صغيره تكون في عمرها ديك 14 عام. خذوا الاقوال ديالهم كيقول لك ودي لا حنا راه مده هادي تقريبا اكثر من شهر ما مشيناش عندها. هنا شنو غادي يوقع؟ الزوج غادي يصرح بواحد المعلومه، قال لي ودي انا فعلا انا هاد الزوجه ديالي تعرفت على بنيت حد السوالم، قال لي انا كنت خدام تما فين تعرفت عليها وتما فين تقدمت الخطبه ديالها. ولكن في التصريحات ديالو قال لي ودي انا غادي نعطيكم واحد المعلومه اللي ربما تقدر تفيدكم في البحث. دايما انا بنتي بغيت بنتي ناخذ الحق ديالها. دايما انا قبل ما نتزوج بهاد السيده هذه قال لي كنت كنعرف واحد البنت، هاد البنت هذه قال لي كانت عندي بها علاقه، وعلاقات بحال العلاقات العابره كاي علاقه. قال لي واحد النهار جابت مع هاد الزوجه ديالي، قال لي انا لما شفت هاد السيده تخليت على هذيك خيتي، قال لي هي السيده خارجه الطريق وكذا وكذا وكذا. انا شفت هاد البنت عجبتني، قلبت على هذيك السيده وخطبت هاد البنت. ورغم هذيك البنت هذيك السيده اللي كنت كنعرف بقات مره كتجي عندنا لما كنت كاري في الشقه هنا في كازا، بقات مره كتجي عندنا
فاش خدامه هاد البنت اش كدير؟ قال لك ودير كانت خدامه في واحد المعمل تما في حد السوالم. انا نهار تعرفت عليها كانت خدامه تما في واحد المعمل في حد السوالم. واخر مره كانت جات عندنا قالت لك ودير انا جيت هنا عند خسي الدار البيضاء وراه خدمت مع شي وحده شي مقافه وجات عندنا واحد المره. ولكن هنا غتبان قضيه اخرى. الزوج كيقول ودي راه فايت جات عندنا لما كنا كارين في الشقه. كان جات عندنا واحد المره جيت لقيتها في الدار قلت للزوجه ديالي خليتها قال لي انت مشات قلت الزوجه ديالي هذه اخر مره تجي تفتحيش لها الباب ما بقاش جا عندنا. كانت صاحبتك صافي ما بقات صاحبتك. قال لي ما انا عارفه الصحبه ما خداماش. قال لي ديك السيده كانت ما مزياناش وكذا وكذا. انا كنت كنعرفها في الايام اللي كانت طيش وهادي وهادي وهادي. ولكن دابا السيده ما بقاتش صالحه ليا تدخل عند وليداتي ومن هنا ومن هنا. دير الهضره اللي تيقول. ولكن مرتو قالت لي مودي راه فايت عاودت جات عندي وما بغيتش نقول للراجل خفتو خاصم عليا وكذا. قلت لها عاودت جات عندي هي وواحد صاحبتها. قالت لك ودي راه صاحبتي راه نقافه هي اللي خدمت معاها وكذا وكذا وكذا. جاو عندي بواحد الطوموبيل. الزوج ما صرحش بهذا الشيء. قال لي مودي انا هذه الهضره اللي قال دابا الزوجه ما كنتش عارفها حيت انا فعلا خاصمت على مرتي. قلت لها اخر مره ما ابخليها. ولكن هي هاد النقافه عفوا هاد البنت اللي خدامه مع النقافه جات مره اخرى هي وديك صاحبتها. قلت لها دير النقافه راني خدمت معاه هنا في الدار البيضاء. كانت معلومه مهمه. كانت معلومه مهمه. الجدرميه توصلوا لهاد البنت هادي جابوها. السلام عليكم. السلام لاكارت ديالك كذا كذا. اش كتجيك هاد السيده؟ قالت لي صاحبتي. منين انتيا؟ قالت لهم انا من حد السوالم. ايوا واش كديري هنا في كازا؟ قالت لهم خدامه مع من؟ مع واحد النقافه. قالت لهم انا خدامه هنا مع واحد النقافه وجالسه عند اختي. مزيان. انت اخر مره جيتي عند هاد السيده؟ قالت لي مدير اخر مره جيت عندها راه تقريبا دابا واحد 15 يوم كنت جيت عندها انا وصاحبتي. هاد النقافه مشيت انا وياها عند الطوموبيل قلت لها نمشيو نزورو صاحبتي. مزيان. شنو كان بينك وبين هاد السيد هاد الزوج قبل ما تزوج به صاحبتك؟ قلت لي مودي انا داك الشيء نسيتو. كانت عندي بيه علاقه وكان مع بعضياتنا. ولكن هو هاد البنت هادي تزوج بها الله يسهل عليه. كتبقى صاحبتي وهو كيبقى بحال خويا كذا كذا. واه مزيان. هنا الجدرميه غادي نذكركم متابعينا الكرام بواحد القضيه. هي ان الجدرميه لما تخبروا بان راه لقاو شي رضيعه في ديك المزبله وتحقوا لعين المكان عينوا داروا المعاينات ديالهم كيف قلنا لقاو الرضيعه في ديك البلاستيكه هذاك الكيس بلاستيكي. ولما فرعوه تمايا لقاو ديك المشاقه ديال المراه لما تتشط الشعر ديالها لقاوها تما. ولقاو واحد لاكارت فيزيت ديال واحد طبيبه ديال الاسنان. هنا لاحظوا الجدرميه واحد النقطه. لاحظوا بان هاد البنت هادي اللي خدامه مع النقافه دايره هذوك لي باغ السنينات ديولها. دايره هذوك لي باغ السنينات ديولها. وحد الجدرمي سولها قال لي امتى درتي هاد استلك السنان ديالك؟ قلت لي مودي ماشي بزاف. شحال تقريبا؟ قالت لي مودي راه شي 20 يوم. اين طبيب درتي مع عنده؟ قالت لي درت مع عنده واحد الطبيبه. شنو سميتها؟ قالت لي سميتها فلانه بن فلانه. هو نفس الاسم اللي كاين في لاكارت فيزيت اللي لقاوه في البلاستيك مع الرضيعه. كيف قلنا لقاو لاكارت فيزيت ديال واحد الطبيبه ديال الاسنان. قال له متاكده؟ قالت لي متاكده. جبد لاكارت فيزيت قال له واش هاد السيده هي اللي سميت عندها السنان ديال؟ قالت له اييه هي هادي. ولكن هي لحد الساعه ما دات ما جابت ما فهمت والو اصلا. نسات بانه راه في ذاك الكيس رمات واحد لاكارت فيزيت ديال الطبيبه اللي صوبت عندها سنانها. ما دات ما جابت. ولكن كي خاص البحث مازال التحريات ويحطوا الامور في نصابها. الملاحظه اللي غادي يلاحظوا الجدرميه والمحققين في هذه القضيه لاحظوا بان هذه البنت هذه عندها الشعر ديالها مصبغه بداك دايره داك الليميش داك الزغبه تكون صفراء والزغبه كحله. وهو نفس الشعر تقريبا اللي لقاو في داك الكيس. كيف قلنا لقاو مشاقه ديال شعر المراه. هنا كان طبيعي انهم غادي يلقاو عليها القبض. تخبرت النيابه العامه عطاتهم قال له ودي راه كاين واحد السيده راه مشابه فيها في الامر ديال الرضيعه وكذا وكذا. قال لي ما تعقلوها. خداو عينه من الشعر ديالها واحد الخصله من الشعر ديالها وتسلات المختبر مرفوقه بهذيك العينه اللي لقاوها في الكيس بلاستيكي. كل جدرمي كينتظروا هذا البحث. خرجت النتيجه
تطابق 100%. هناك تطابق بين العينه اللي خداو من الشعر ديالها، من الحصه اللي خداو من الشعر ديالها، وبين العينه ديال الشعر اللي لقاو في الكيس البلاستيكي مع الراديعه. كاين تطابق 100%. الشعر ديال هذا السيد اللي خدام مع النقافه هو الشعر اللي تلقى في البلاستيك مع الراديعه. كذلك هذا الدليل الاول. الدليل الثاني هو انه لاكارت فيزيت اللي مصوبه عندها هاد السيده سنانها هي لاكارت فيزيت ديال نفس الطبيبه اللي لقاو في الكيس. قال لها بنتي ها كاين هاش كاين هاش كاين، حنا هذاك الكيس بلاستيكي لقينا فيه الشعر اللي كيطابق الشعر ديالك. شوفي يا بنتي هذا شعرك، ياك نفس الشعر، هذا شعرك. هاد لاكارت فيزيت هي اللي صوتي عندها انت، هي السنينات ديالك. قالت لهم اييه. قال لها بنتي هاد لاكارت فيزيت لقيناها مع الرادعه. اش كدوري في هاد القضيه؟ السيده بحسب ما كيعاود لي الزميل اجهشت بالبكاء، بدات كتبكي وكتحسر، ولكن ليت الندم والتحسر ينفع. عاودي لنا بنتي بالتفاصيل شنو وقع. قالت لي سيدي انا فعلا انا اللي درت هادشي هذا، انا اللي قصرفت هادشي. كان معك شي حد؟ قالت لي كانت معايا. شكون؟ صاحبتي. انا صاحبتك هاد النقافه اللي عند الطوموبيل. جابوا الشطر ميسي لقاو عليها القبض. عاودي لنا بنتي بالتفاصيل شنو وقع. قالت لي ودينا هاد السيده هادي ومن الرضيعه كانت صاحبتي، وكنا بجوج خدامين في نفس المعمل في مدينه تحت السوالم، وحنا جيران وحنا كذا وحنا كذا. وانا كنت كنعرف راجلها قبل ما تعرفو هي، انا اللي كنت متعرف عليه وانا كذا، وكانت عندي بها علاقه مده. واحد النهار جبتها معايا عنده وعرفتها عليه وكذا كذا، وصدقت خداتو ليا وتزوجت به وكذا. وانا مع ذلك بقيت كنجي عندها. لما جات هي تزوجت انا في كازا، جيت انا خدمت مع واحد النقافه وبقيت جالس عند اختي. بقيت مره كنجي عندها، جيت عنده جوج ديال المرات. مره جيت عندها بوحدي ومره جات معايا صاحبتي. ايوا قالت ما ودي انا راه ما كنتش ناويه هادشي وقع، ما كنتش ناويه، ما كانش كيطيح لي في البال ديالي. قالت لي انا داك النهار جيت عندها لقينا الباب مفتوح، دخلنا ما لقينا حتى شي حد. دخلت هي لواحد البيت ويتبان لها الرادعه تما، هي بغات ديرها غير بالضحك. هما بغاو يديروها غير بالضحك، بغاو يسرقوا لها البنت ويشوفوا شنو غدير وكذا وكذا. ولكن لما فهموا بان راه حتى شي حد ما شافهم، حتى شي واحد ما غيستخدم الخبار، انتقمت. داكشي اللي كان في القلب ديالها طبقاتو. شدات البنت قجاتها قتلاتها. راضيها ديال شهرين ونص او 3 شهور. اي قلب هذا؟ قتلتها. وصاحبتها كانت معها، قالت لها شنو درتي؟ قالت لها باش مره اخرى دير ليا كذا كذا. فلان راه كان ديالي وكان موعدني على الزواج، وانا اللي هادي وانا اللي ضحيت من اجله وانا كذا، وانا شحال وانا معاه جاتي في الاخر داتو. ما تبين راسها زعما هي راها شريفه، انا غادي نوريها شريفه كيفاش. هاد الكلام صرحت به النقافه. قالت لي ما ودي انا راه لما شفت دارت داك المنظر، قالت لي مخفت على راسي وانا تفلعت. اش غنقول للناس؟ راه قتلت البنت. قالت لي غنكت معاها، غنجرني معاها. اش داروا لما قتلوا البنت؟ قالت لها شنو نديروا شنو غنديروا؟ قالت لها ولا عليك، تخليو البنت في الطوموبيل ومشاو. فين مشاو وقفوا عند الدار ديال اختها. قالت النقافه، قالت لها تسنيني انا غنطلع لدارتي، غنجيب شي بلاستيكه ولا غنجيب شي حاجه وغنهبط عندك. وبالفعل طلعت للدار، لقات هذيك البلاستيك ديال التيد اللي فيها هذوك النفايات. كانوا فيها شي نفايات اخرين بحسب ما كتقول هي. قالت لي مابقاش فيها نفايات اخرين، حيدتهم وبقات هذيك لاكارت فيزيت وديك التشطيبه وديك الشاكه ديال الشعر ديالها هي، وهبطتها. داروا فيها البنت، حطوها في المالا وقالت لها فين غنديوها؟ قالت لها ولا عليك انا عارفه. قالت لها سبعيني. قالت لها فين؟ قالت لها كاينه واحد البلاصه في حد السوالم، انا عارفها فين، غادي نرميوها تما، ما غادي يعرفوا شكون اللي جابها حطها تما. وبالفعل شدوا الطريق وما مشاوش من الدار البيضاء حتى السوالم، لا مشاو من الدار البيضاء لبرشيد، جاو على طريق برشيد، حطوا البنت تما وداروا الدوميتور ورجعوا لكازا الطريق الوطنيه. جابوا البنت رموها في ذاك الليل تمايا. معاش تقريبا قالت لك وديها معاش شي 8 ونص. كنا هنا في كازا، مشينا رمينا البنت ورجعنا. ديال الاقوال ديالهم. تقدمت هاد الخيسيه هادي، تقدمت للعداله وتحكمت في السجن المؤبد. ديك النقافه اللي كانت معاها بطوموبيلتها بقات ساكته على هذا الامر. كون دوات ما كانش يوقع لها هذا الشيء هذا اللي غادي يوقع. تحكمت ب 20 سنه باش مره اخرى يترباو. هاد النقافه ما دارت لا بيدها لا برجليها، مشات ب 20 عام مع هكاك. القانون عطا عليها، ماشي عطا عليها هكاك، ولكن باش مره اخرى تطبق. صاحبتك قتلات، صاحبك قتل، تكلم سيدي ما درتي حتى والو، تخش على راسك.
خايف تطلع وتهبط، غتطلع وتهبط وفي الاخر غتخرج في حالك. ماشي هي انه انت غتحصر وغتمشي معاه غتتحكم انت ب 20 عام، عاود ما تحل فمك وتقول لا لا اسيدي انا راه هاد السيده جيت معاها عند صاحبتها راه خطفتها قتلتها وتخرج من باب واسع. صدقتي غاده هكاك. انا ما بغيتش لهاد 20 عام هادي حيت ما دارت والو، ولكن هي خافت على راسها، خافت من المصيبه، خافت صاحبتها تجرى معاها. ولكن القانون راه ما تيظلمش، غتجرى معاك صافي تقول لي مراه هي اللي قتلتها معايا صافي هكاك. راه القانون راه ما تيلعبش. لا اسيدي صاحبتك دارت تكلمي او تكلم، طلع وهبط ما فيه، بس طلع وهبط واحد شويه وتخرج تمشي في حالك وتبعد عليك التهمه وتبقى ليبر حر مواطن حر كتمتع بجميع الحريات ديالك والحقوق ديالك. ماشي هي انك غادي تحكم ب 20 عام. واش عارف شنو هي 20 عام؟ راه عمر ديال الانسان. شوف ها ولد لما تيتزاد عندك ها ولد انت تتوصليه ل 20 عام حتى كتشيب. 20 عام راه ماشي قولها غير الفم. كانت هذه حلقه اليوم. أشكركم متابعينا الكرام على حسن الإصغاء والمتابعة، وإلى اللقاء في الحلقة القادمة إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله.